السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع أعضاء صفحتنا، صفحة دهوك على الفيسبوك. معكم محمود مكاوي في هذا الشرح، شرح خطير جدا، شرح ننتظره من منذ الزمان بعد غلق الموقع الرسمي للبي إن سبورت. لقد توصلنا نحن وفريق العمل إلى هذا البرنامج الرائع. فهذا البرنامج يقوم بعمل الموقع الرسمي للبي إن سبورت. انتظروا حتى يتم الفتح، جرى التحميل. الله، هنا البي ان سبورتس 1 والبي ان سبورتس 2 والبي ان سبورت 3، وهنا قنوات لم تروها من قبل، قناة ام واي، وهنا قنوات رياضية كثيرة. حينما تريدون فتح أي قناة من هذه القنوات تضغطوا ضغطتين. مثلا نأتي إلى هذه القناة ونرى ما بها. ماي تي في تعمل هذه القناة. انتظروا حتى يتم التشغيل. تم التشغيل بالفعل بنجاح. قد تم تشغيل هذه القناة بنجاح دون تقطيع أو أي شيء، ونلاحظ تم ضبط القناة على هذا العمل. انظروا. نأتي إلى البين سبورتس. فالبين سبورت هنا إخواني، نأتي إلى هذه البين سبورتس على الصوت. هنا الإضاءة مثلما تريدون. البين سبورتس أرابيك مثلما. كما نعلم أن هذا البرنامج إنجليزي، فبهذا متفرغ كل التفرغ إلى القنوات الإنجليزية. فحينما نأتي لعرض هذه الشاشة نرى أن هذا البرنامج يعمل بدون تقطيع، وأنا لدي سرعة إنترنت ضعيفة. فننتظر بضع ثواني لأريكم باقي القنوات. هنا هذه المباراة، ريال مدريد أم ماذا؟ ريال مدريد وبرشلونة. ريال مدريد وبرشلونة. الفيس، الله. جميع قنوات سكاي موجودة. كما نعلم أن سرعة النت، السرعات هنا، السرعات التي تكون خاصة بك. فكما نعلم خطيرة. هدف 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 هدف. نسيبنا بقى من القناة ونتفرج على الماتش يا جماعة. ماتش خطير خطير خطير. ماتش قديم لكنه خطير خطير خطير. ديفيد فيا والهدف. نكمل شرحنا ونخرج من اللقاء. نأتي كما قلنا بين سبورت 2. هذه هي البين سبورت. نأتي إلى السرعة. ورانا ريال مدريد يا جماعة، ورانا. هذه المباراة ريال مدريد ريال مدريد ريال مدريد. انظروا. تعمل وبسم الله ما شاء الله، يعني كأنها تلفزيون، يعني مش هنقول اكتر من كده يا جماعة. كأنها تلفزيون والله. بصوا يا جماعة، انتوا بصوا على الصورة بنفسكم. اكنها التلفزيون بالظبط يا جماعة. اه، شغالة تمام التمام. هذا الشرح مدمج تماما إلينا. لا تنسوا أن هذا الشرح خاص بقناة دهوك لعدم سرقة هذا الفيديو كما فعلوا أصدقائنا من قبل. خدوا الفيديو على حساب أنه خاص بهم. نشكر في نهاية الفيديو الأدمن أبانوب، والأدمن توفيق، والأدمن محمود الرفاعي، وجميع العاملين بصفحة قناة دهوك على الفيسبوك. صفحتنا طبعا احنا مش قلنا غير صفحتين خاصين بينا: صفحة قناة دهوك هذه، وصفحة أحد استرداد القنوات. فصفحة أحد استرداد القنوات موجودة، وصفحة دهوك موجودة. بس يا جماعة مش تنسونا باللايكات تحت الفيديو، والاشتراك في القناة. اوعوا تنسوا السكرايب تحت القناة، اهم حاجة. فصفحتنا على اليوتيوب بإذن الله هتلاقوها مرفوعة باسم قناة دهوك، وبإذن الله كل خير. انتظرونا في الفيديوهات القادمة.